السر اللي أعطتني إياه كبيرة في السن وصار قضية رأي عام: طبخ الحنة ما بين مؤيد ومعارض. الطريقة الكبيرة في السن أنا فقط نشرتها وطلع ما شاء الله لا قوة إلا بالله شعوب يستخدمونها. طبعا الطريقة وصلت 2,200,000، فعدد مرة كبير وناس جو من جميع الشعوب، والآن بستعرض لكم تجارب الناس عليها خرافية. وبما أني أنا اللي نشرت هذه الطريقة فأنا المسؤولة عن الرد في جميع ما يقال عنها بطريقة علمية. المركب المسؤول عن اللون والفوائد اللي في الحنة اسمه لوسن وليس ليسون، ولو فعلا تعرضوا للحرارة يفقدوا خواصه. فأول حاجة وقت طحن الحنة المكاين ما تقدرون تلمسونها من قوة الحرارة، فكذا معناتها أي حنة مطحونة، معناتها لو كان هذا الكلام منطقيا فمعناتها أي حنة مطحونة هي فقدت خواصها. ثانيا، ماسك الحنة الكريمي يتسوى بالشمع، والشمع يذوب عند درجات حرارة عالية، ولازم نذوب الحنة في الشمع وهو في درجة حرارة عالية. فكذا أي ماسك كريمي للحنة أو للصدر يعتبر تالف. إذا هذا الكلام صحيح فهو تعرض للحرارة وفقد خواصه. الحنة عشان تطلع فوائدها تحتاج رطوبة، حرارة، تخمير. فالطبخ يدمج مرحلتين مع بعض اللي هي الحرارة والتخمير. ما راح تستفيدون من الحنة إلا بالحرارة لأنها تنشط فعالية المواد. ترى أنا دارسة ومتعلمة وباحثة في مجال الأعشاب لأكثر من 10 سنوات. الحرارة تساعد مركب اللوسن يشتغل أسرع وأقوى. وترى أنا ما قلت ضروري تاخذون من الحنة حقتي، أنا قلت جربوها والتجربة خير برهان، والتجارب اللي راح تشوفونها قدامكم راح تصدمكم. طبعا هذا شعر بنتي قبل وبعد، جربت لها الحنة المطبوخة. ترى أنا قلت طريقة وما قلت اشتروا المنتج من عندي. أي حنة عندكم تقدرون تجربون فيها الطريقة اللي أنا قلتها. أنا فقط نقلت طريقة كبيرة في السن. طبعا كبار السن، وهذه نقطة مهمة جدا، قديما كانوا يحطونها يعرضونها للشمس يوم أو يومين، يخمرونها في الشمس أو يعرضونها للشمس، لأنه بالنسبة لهم كان الغاز غالي، وقبل الغاز كان الحطب غالي، فهم كانوا عارفين وأشطر منا وأفهم منا. وشوفوا التجارب تشهد كل شيء.